هولندا. هولندا تعتبر من أكتر الدول الأوروبية نجاحا، واللي بتتميز بكونها واحدة من أكتر الدول ابتكارا على مستوى العالم. لكن لما جيت هنا هولندا لقيت ان الحكومة الهولندية بتقدم خدمات مجانية كتير جدا للشعب الهولندي. فالفيديو ده تعالى اوريكم ايه الخدمات المجانية اللي بتقدمها الحكومة الهولندية للشعب الهولندي. بس مش عارف. اجري يا محمد، اجري يا محمد. اهلا بيكم في فيديو جديد هنا في هولندا. النهارده هوريكم الخدمات المجانيه اللي بتقدمها الحكومه الهولنديه للشعب الهولندي واي حد عايش في هولندا بشكل عام. اول خدمه مجانيه معانا وهي المبنى اللي انتم شايفينه ورايا هناك ده. المبنى ده اسمه ستاد كامر. ستاد كامر بالهولندي ستاد يعني مدينه، كامر يعني غرفه، يعني اسمها غرفه المدينه. المكان ده تقدر من خلاله لو انت قاعد في البيت زهقان وعايز تيجي تدرس، او عايز تخلص مثلا مشروع معين في شغلك، عايز مكان هادي بعيد عن اطفالك مثلا تيجي تدرس فيه، فالمكان ده انسب مكان ليك. والمكان ده تماما 100% مجاني. فتعالوا معايا اوريكم اول مكان معانا في الخدمات المجانيه اللي بتقدمها الحكومه الهولنديه، وبعد كده اوريكم باقي الاماكن. فيلا بينا. انا حاليا جوه المكان وللاسف ممنوع الكلام جوه المكان، فانا حاولت اتكلم لقيت الناس كلها بتبص لي، فانا هصور المكان واعمل عليه فويس اوفر. حتى انا دخلت جوه زي الكشك ازاز كده عشان اعرف اتكلم براحتي، فانا هصور لكم المكان كله واشرحه لكم واعمل عليه فويس اوفر. حتى بصوا المكان اللي انا دخلت فيه عشان اتكلم. هنا برضك ايه، في مثلا ممكن تتحكم في اضاءه الاوضه، تعلي الاضاءه وتوطي الاضاءه، وهنا لو عايز تتحكم في سرعه المروحه، والزراير دي لو عايز تشحن والكلام ده كله. بصوا المكان مكون من 4 ادوار، وزي ما قلت لكم 100% مجاني. واول مكان معانا وهو الدور الثاني. معظم الناس اللي بتيجي هنا سواء من طلاب او ناس عاديه بيجوا باللابتوب بتاعهم، لكن تخيل معايا مثلا لو طالب معهوش لابتوب بيعمل ايه؟ موفرين له الكمبيوتر ده يقدر يقعد يشتغل عليه زي ما هو عايز وما يدفعش اي فلوس. والمكان ده كله كتب واماكن تقدر تقعد تركز وتذاكر فيها، وفي كذا قسم في المكان وانواع مختلفه من الكتب زي تاريخ ولغه وغيره من المجالات. حتى ممكن عادي كده لو قاعد زهقان تقعد تتفرج على فيلم، عشان سرعه النت هنا بتوصل ل 19 ميجا بايت. وفي كل دور في جهاز كمبيوتر زي ده، تقدر لو بتبحث عن كتاب معين ومش لاقيه عشان المكان كبير، الكمبيوتر ده بيقول لك مكان الكتاب فين بالظبط عشان ما تضيعش وقت. ولو مش عايز تمسك كتاب في ايدك ومكسل مثلا، تقدر تقرا من الشاشتين دول دايركت من غير ما تمسك كتاب. نطلع بقى للدور الاخير، وده في اماكن اكبر شويه. لو انت جاي انت واصحابك تقدروا تقعدوا على ترابيزه لوحدكم وتذاكروا. وفي المكان مكنه طباعه زي دي، تقدر تطبع الورق اللي انت عايزه بسعر رخيص جدا. ومش بس كده، المكان ما فيهوش كتب بس، في برضك العاب بلاي ستيشن تقدر تستلفها وتلعب بيها وترجعها وتاخد غيرها. وعاملين برضك اوض برايفت تبقى قاعد مع نفسك. وده كان الدور الثاني والثالث. تعالوا بقى للدور الاول. والدور الاول في صاله كبيره تقدر تيجي انت واصحابك لو عندكم مثلا برزنتيشن تتمرنوا فيها عشان فيها بروجيكتور. وفي نفس الوقت الصاله دي بيتعمل فيها كورسات مجانيه من الدوله، هوريها لكم بعد شويه. نيجي بقى للدور الارضي او ماينس 1، تعالوا نشوف. وده اخر بقى مكان معانا. المكان ده مخصوص للاطفال، فعادي انك تتكلم فيه عشان كده اتكلمت. بص المكان كله عباره عن قصص الاطفال واماكن لعب للاطفال. هي حاليا مقفوله، ودي عامله زي سكرين على الارض كده بتحاول ايه تقعد تلعب اللعبه دي. عاملوا لهم قسم مخصوص للالعاب، انك لو عايز تيجي تلعب مثلا هنا بتيجي عادي تاخد كمبيوتر من ده وتلعب. عامل زي عندنا زي ايه السايبر كده، اما كنت بتأجر ساعه ولا حاجه، او بلاي ستيشن انك تأجر ساعه وكده، بس هنا مجاني. وهنا دي كلها قصص، حتى الرفوف يعني مش عاليه قوي، يعني عشان لو في طفل صغير يعرف ياخد الكتب وكده. وزي ما انتم شايفين برضك في اللعبه دي لو هم عايزين يلعبوا. هنا لو طفلك لسه صغير في اماكن برضك ايه مكعبات مكان يلعب فيه. ولو في مثلا كتاب عاجبك او كده تقدر تاخد الكتاب ده وتسجل فوق في الريسبشن انك خدت الكتاب ده وهترجعه انت. دي كده الكورسات اللي بتقدمها المدينه والايفنتات اللي موجوده هنا في المدينه. عندك مثلا الكورس ده كل شهر بيبقى موجود، كل ده بالهولندي. والحاجات دي كلها تقدر تسال عليها هنا في الريسبشن، وكلها مجانيه تماما. وده كان اخر قسم معانا. احنا كده خلصنا المكان ده. بقى ايه، تعالوا بقى اوريكم تاني افضل مكان مجاني موجود هنا في هولندا. برضك لو انت جاي هنا هولندا جديد وعايز كورسات تعليم لغه، فالمكان ده في الاول ساعدني كتير ان انا اتعلم اللغه الهولنديه. فلو انت جاي هنا هولندا جديد او جاي سياحه وعايز تاخد فكره عن اللغه الهولنديه، فستاد كامر ده موجود في كل مكان هنا في هولندا. تقدر تسال عليه وتسرش على جوجل المكان ده موجود فين، تقدر تيجي تتعلم الكورسات اللي بيقدموها، وكورسات تماما بتبقى مجانيه. بصوا ده تاني مكان معانا النهارده. المكان ده تماما برضو مجاني، بتعمله البلديه بتاع الدوله. المكان ده بيبقى فيه حيوانات كتير زي ما انتم شايفين، حواليا طاووس في كل حته. تعالوا معايا افرجكم على المكان. اول ما بتيجي المكان في بيت مخصوص للطاووس وكده، وفي برضو كذا حيوان مختلفه غير الطاووس بس، وفي قسم مخصوص للفراخ. حتى الفرخه شكلها مختلف غير اللي عندنا.
والمكان ده بقى عاملينه عشان مثلا لو انت ما عندكش شغل او حاجه وعايز تخرج انت وطفلك، فالمكان ده احسن مكان تيجي فيه. وبعد كده دخلنا فيه زي ما انتم شايفين الوز ده، بس أنا مش عارف. اجري يا محمد، اجري يا محمد. الوزه كده، الوزه كده ورا محمد. الظاهر كده ان احنا مش مرحب بينا هنا، الوزه كده ورا محمد. فهو واقف هناك اهو. تعالى يا محمد خش. وطبعا مش كل الحيوانات هنا عدائيه زي الوز وكده، وعندك برضك المعيز ده ممكن برضك لو انت جاي انت وابنك مثلا يقعد يلعب معاه عادي، ممكن تلمسهم وهم متعودين على البشر. وفي اوقات بيبقى مسموح انك تاكلهم وكده، بس مش على طول. بتاخد اكل من المبنى هنا وتيجي تاكلهم. بص دي لسه صغيره. طبعا انت لو معاك طفلك هيتبسط جدا هنا، ولو جاي انت وعيلتك مثلا خروجه تماما مجانيه تيجي تلعب هنا. والمكان ده موجود في كذا حي هنا في هولندا، مش في المكان اللي انا عايش فيه. يعني كل مدينه هولنديه فيها بارك شبه دي بيكون فيها الحيوانات دي، تقدر تلعب معاهم وتيجي تاكلهم والكلام ده. فانتوا شايفين مرحبين بيا جدا ولطاف جدا. تعالوا بقى ايه افرجكم على المكان اللي جوه هنا. بص ده المبنى اهو، في مكان للعصافير، وبعد كده تخشوا جوه هنا في المزرعه. بس معظم الحيوانات بره حاليا. وبعد كده لو طلعت بره ممكن تاخد جوله زي ما انا لسه موريكم من شويه. بعد كده زي ما انتم شفتوا كده دي الحديقه. هنا برضو ايه زي ما انتم شايفين في ملاهي، ممكن طفلك برضو ايه بعد ما تخلص جوله الحيوانات تيجي يلعب شويه. وتعالوا بقى ايه هناك في كافيتيريا صغيره كده وفيها حيوانات صغيره، فتعالوا اوريها لكم بالمره. بص حتى نظام صناديق الزباله هنا في هولندا عموما، مكان مخصوص للبلاستيك والازاز والكرتون وكده. وده بقى زي ما انتم شايفين ده المكان الرئيسي، فيه كانتين صغير كده ممكن تقعد تشرب حاجه او كده. الكراسي اهي، وفي جوه حيوانات صغيره. تعالى اوريها لكم بسرعه. بصوا زي ما انتم شايفين هنا الكانتين اللي هو كان بره، هنا في حلزون صغير، وهنا في زي فران صغيره، وممكن انت تطلب حاجه من هنا وتقعد تشربها، وطفلك مثلا ايه يقعد يلعب وكده. في هنا سحليه صغيره، وبصوا في هنا ايه في زي الهامستر وكده. بصوا قاعدين كلهم مع بعض. بصراحه المكان لطيف جدا. المكان اللي انتوا شفتوه هناك ده للبيبيهات الصغيره، انما المكان ده للايه للاطفال الكبيره اللي فوق 10 سنين وكده واللي زينا. فبصوا هو اي نعم. اي نعم هو ده للاطفال اللي فوق 10 سنين، بس احنا برضو ايه اطفال كبيره. جميله قوي، عايز اجربها تاني. وبصوا ده باقي المكان اهو. الماتيريال اللي معمول بيها الملاهي دي تنفع برضك ايه للناس الكبار اللي زينا. زي ما انتم شفتوا من شويه كده الست الكبيره اللي كانت بتتزحلق. وهنا برضك ايه مكان مخصوص للتسلق وكده. طبعا دي كلها ايه برضك مجانيه تماما، ما بتدفعش اي حاجه ليه. بصوا زي ما انتم شايفين ده كده اخر مكان في البارك. زي ما انتم شايفين مكان كبير كده، ممكن تيجي انت وعيلتك تفرشوا فرشه وتقعدوا مثلا تاكلوا وكده. وفي نفس الوقت مثلا لو ابنك او حد من عيلتك بيحب رياضه السكيت، عندك هنا مكان مخصوص للسكيت زي ما انتم شايفين كده الناس اللي ورايا دي. وعندك هنا برضك ايه ملعب كره قدم صغير كده ومحندق، لكن لو عايز تلعب فعلا كوره قدامك المكان ده كله تقدر تلعب فيه. وعندك برضك هناك هنا ملعب كره سله برضك ايه لو بتحب السله وكده. وبص برضك البتاع دي بيجيب ميه من تحت الارض صالحه للشرب برضك، عشان عارفين مثلا ايه لو انت بتلعب كوره مثلا او بتلعب سله وعطشت ممكن تيجي تشرب من هنا عادي. بصوا زي ما انتم شايفين ده برضك مكان ثالث خالص غير البارك اللي احنا كنا فيه. المكان ده برضك تماما مجاني، في برضك ايه ملعب كوره وفي ملعب سله. لكن دي مش موجوده بس في المدينه الهولنديه اللي انا عايش فيها، لا موجوده في جميع انحاء المدن الهولنديه على مستوى هولندا. المميزات دي بياخدوها الشعب الهولندي عشان بيدفعوا الضرائب شهريا، واي حد بيجي هنا هولندا وبيشتغل لازم ياخدوا منه ضرائب عشان مثلا يعملوا حاجات شبه دي ويعملوا طرق للعجل ويعملوا حاجات مختلفه. برضك هنا في شواطئ وبحارات مجانيه تقدر تعوم فيها في الصيف، بس للاسف هي قافله دلوقتي عشان احنا في الشتاء. وبس دي الحاجات المجانيه اللي انا كنت شايفها اول ما جيت هنا هولندا، حاجات بصراحه جميله جدا فعجبتني فحبيت اوريها لكم. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي. يومكم دايما لذيذ. سلام.